متوتر مضغوط ما إلك خلق، دايما هيك محاس حالك مش على بعضك. كتير من الناس هيك، لأنه يا عايش في الماضي وندمان عليه وحزنان عليه، يا عايش في المستقبل وخايف منه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس هاي لا عايشة خايفة من المستقبل، لأنه عندها ثقة كبيرة بربنا سبحانه وتعالى، وإنه ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وإنه ربنا سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمتي، وكل هالكلام هذا. ومش عايشين في الماضي وحزنانين عليه، لأنهم بيعرفوا إنه هذا إشي مروه، واستغفروا ربنا عليه ودعوه وتعلموا منه، وأخذوا هاي كذاكرة للتعلم، وليس ذاكرة ليعيشوا فيها ويحزنوا فيها ويندموا عليها. فلما الإنسان يعيش بالماضي أو بالمستقبل، هو مش عايش اللحظة الحالية، واللحظة الحالية هي الاستسلام الكامل لربنا سبحانه وتعالى، انك تكون معه الآن. انت اليوم عم بتعيش، ولو إشي كتير كتير سيء انت مريت فيه لورا، يا أخي خده كحكمة، خده كدرس كتير كبير لإلك، واشكر ربك على هذا الدرس، لأنه في ناس ما أخذت دروس زي هاي بحياتها، وانت بهذه الدروس صرت أحكم وأحسن وأعلم. فلا تعيش في الماضي حزنان، ولا تعيش في المستقبل اللي هم خوفك. اختار انك تعيش في اللحظة الحالية، وعيش بحسن ظن بربنا سبحانه وتعالى، وشوف التغيير الكبير جدا جدا على حياتك، على مستوى توترك وعلى ضغوطاتك وعلى كتير كتير من طاقات اللي انت مهدرها بالحزن على الماضي والخوف من المستقبل.